ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بحبكم في الله. بصوا، جايه لكم بقى النهارده بشويه بوري عجب. هنعمل النهارده بقى الفسيخ اللي ايه، هناكله في البيت وهتعمليه كل شويه ما تزهقي منه. لا قشر ولا اي حاجه فيه. ماشي. نخش بقى ايه، نغسل البوري ده يعني غسله تمام التمام. طبعا انا شايله القشور بتاعته كلها خلاص، عشان طبعا لما بنيجي بعد التحديق ما بنيجي نشيل القشرة بتبهدلنا وبتنطر وبتبقى مشكلة. فاحنا بنعمل ايه؟ انا بشيل القشرة تحت المية كلها، بخلي الفسيخية ما فيهاش قشر من بره خلاص. واخش على الخياشيم كده، انضف الخياشيم كويس جدا، واطلع بقى ايه اي حاجة فيها مش حلوة ومش نظيفة، واخليه الخياشيم دي بيضة زي الفل. خلاص كده تمام. خلص بقى الكمية كلها وارجع لكم تاني. ماشي اهو شايفين؟ ارجع لكم بقى بايه تاني. خلصت انا بقى الكمية كلها وبيته لتاني يوم في العلبة دي، او في جردل او في اي حاجة يصفي ايه الدم اللي بينزل منه. تمام كده تمام. بطلعه بقى كلته كده قدامي على الصينية عشان اشيل بقى ايه، العلبة اللي فيها ايه بقية الدم ده والزفرة دي كلها. عندي اهوت البوري ناشفه وما فيهاش اي حاجه، بس برضو عشان تاكدا انها تكون ناشفه خالص ما فيهاش اي ميه، بمسك مناديل المطبخ كده وايه، وامسحها كويس من بره، وبدخل المناديل في الخياشيم عشان ايه تمتص اي سوائل فيها. طبعا بخلص الكميه برضو كلها. طبعا انا بقص المونتاج عشان ما اطولش عليكم وما تزهقوش مني، مع انكم بتزهقوا مني، بس انا برضو ايه على قلبكم. هاجيلكوا تاني. ببدأ بقى ايه اعمل تدليك كده للسمكة، بدلكها كده وبدلعها. عشان ايه؟ انا عايزة لما افتح يبقى العمود الفقري بتاعها سايب اللحم خالص. فانا بحاول ايه افك كده ايه بالراحة بالراحة كده، ما بعجناش، فك كده بالراحة خالص العمود الفقري من اللحم، عشان لما اجي افتح الفسيخاية تطلع العمود الفقري خالص من اللحم. حاجة كده ايه، فاخر من الاخر يعني. عندي بقى ربع كيلو ملح جرش، يعني خشن خلاص. حطيت عليه معلقه كركم، معلقه او معلقه ونص كركم، وهحط معلقه شطه، معلقه كبيره شطه. ماشي كده، مفيش اي حاجه. ملح جرش ربع كيلو، معلقه كركم او معلقه ونص كركم، ومعلقه شطه كبيره. هنقلب بقى كل الكلام دوت، ونبدا ايه ندلع السمكه بتاعتنا دي. ما توحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. واللي لسه بيتفرج على الفيديو منزلش عمل اشتراك وحط لايك، يا ريت ينزل يعمل اشتراك ويحط لايك ويطلع يكمل الفيديو عشان ناكله سوا. ويوم ما اجي افتحه هنفتحه مع بعض ونشوف الفسيخ ده إيه، كلامي صح ولا لا؟ طبعا بقى بملى الايه الخياشيم كلها بالملح. وعندي حبهان او الهيل حسب المكان اللي بيتفرج عليا منه. بحط حبايتين هي في الخياشيم من هنا وحبايتين من هنا. ليه بقى الحبهان؟ عشان ما يعمليش ما يبقاش فيه ريحه كريهه كده في الخياشيم ومش حلوه. الحبهان بيمنع اي ريحه. ماشي. خلصت الكميه بتاعتي كلها، حشيتها كلها تمام تمام. اجيب بقى الكيس بتاعي. عندي شويه اكياس كده ايه حلوين اللي احنا بنجيب فيهم الفاكهه، بنجيب من السوبر ماركت. الاكياس النظيفه يعني، بحاول اطبقها لحاجه زي كده وعينها. خلينا اقتصاديين شويه، ومش مش كل حاجه نرميها، ومش كل حاجه بسرعه كده طبعا اجيب شويه اكياس بقى وايه واحط. هبدا بقى احط الفسيخ ايه عكس بعضه كده، راس من هنا راس من الناحيه التانية، ورش ملح، واحط تاني الطبقه اللي فوق ورش ملح لحد ايه ما الكميه بتاعتي ايه تخلص. وتاكلوه بألف هنا وشفا. وبصوا اعملوه، واوعدكم ان انتوا هتاكلوا فسيخ اول مره تاكلوه. ماشي. اهم حاجه ان السمكه تكون كويسه، وتقولي بتاع السمك انا هعملها فسيخ املحها، فهو بيبقى عارف السمكه اللي تنفع للتمليح. خلاص. على قد بقى ما تقدري انا بحاول ايه اتك عليها كده ايه اطلع اي هوا في الكيس، عشان الهوا ده ممكن يعمل عفونه. فانا على قد ما بقدر بحاول بقدر الامكان اطلع الهوا خالص من الكيس. وابدا احط بقى ايه كيس في كيس في كيس، اربط الكيس واحط تاني اربط الكيس، يعني ما تبخليش عليها بالاكياس. خلاص كده. حط اكياس كتير بقى وايه. وفي الاخر عندك استرتش راب، ممكن تلفيه لفه كويسه بالاسترتش راب كمان عشان تمنعي اي هوا يخش له، ويبقى مكتوم عنه الهوا خالص وتدوق.
خلاص كده. حطيه بقى على المطبخ عندك قدامك، كل يوم تقلبيه. الكيسة على الناحية دي تقلبيها الناحية التانية، عشان المية السوائل اللي بتنزل منه توصل لكل الفسيخ، تسويه كلته مرة واحدة. بصوا انا عاملاها اهوت، فاضل على شم النسيم ايام. يعني كل الحكاية من اسبوع ل10 ايام الفسيخ ده هيبقى جاهز وتمام التمام. اهو بصوا اللفة. ببدأ ايه اضيرها. النهاردة كانت كده، بالليل بقى اعملها الناحية التانية. خلاص. متنسوش بقى لايك واشتراك وكومنت حلو، بحبكم في الله. يلا روحوا بقى اعملوا الفسيخ. سلام.